عضو الكونجرس الأمريكي جو والش طالع يقول السر القذر إن قادة مصر السعودية والأردن ومعظم الدول العربية بتحرض على استمرار جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بذريعة الخلاص من حماس، وفي العلن طبعا بيظهروا عكس السر القذر. الحقيقة الموضوع ما صدمنيش خالص، والمفروض ان هو ما يكونش صدم حد. الشيء اللي صدمني بس ان مصر فيها 100 مليون في الداخل، 20 مليون في الخارج، مش قادرين ان هم ينتفضوا للجار، مش قادرين ان هم ينتفضوا ويبعتوا حليب اطفال، مش قادرين ان هم ينتفضوا ويطالبوا بارسال مياه نظيفة لاهلنا في غزة ولا لطعام. هيشهد التاريخ على المصريين جار السوء لغزة لفلسطين، إن هم كانوا عايشين في 2023 من أكتوبر لغاية ديسمبر والفلسطينيين بيموتوا جوع، والمصريين قاعدين بيترقصوا في القهاوي، بيتابعوا الماتشات، متابعين حياتهم اليومية حتى بعد الهدنة. اللي كان بيتكلم على الحرب دلوقتي بيتكلم على مش عارف الفاشن، بيتكلم على الأكل، بينشروا صور أكل ورجعوا لحياتهم الطبيعية، وكأن بعد الهدنة ما تمش إبادة أسر بالكامل أكتر وأصعب من قبل الهدنة اللي حصلت لمدة أسبوع. أنا بستعر دلوقتي كوني إني مصرية. أخبار كتير جدا بتوصل لي بقالي يمكن 10 أيام إن ال60 جندي أو ضابط من الجيش المصري اللي تم دفنهم في تكتم إن هم كانوا بيحاربوا جنب إلى جانب زي ابن البرزاني كده اللي هلك في إسرائيل أو ما يسمى إسرائيل كان السرطاني محتل أراضينا، إن ال60 جندي مصري كانوا بيحاربوا هناك، ومش بعيد نلاقي جنود سعوديين، مش بعيد نلاقي جنود أردنيين. حسبي الله ونعم الوكيل. النهارده